جربت في يوم تعمل مكرونه بولونيز او باستا بولونيز غير التقليديه بتاعتنا اللي هي ام صوص احمر وكده؟ تابع الفيديو للاخر، هقول لك طريقه لذيذه قوي. دي انا عاملها في المنيو بتاعي والحمد لله بياعه وعجباني انا شخصيا. انا عن نفسي الاكل اللي بعمله ما عجبنيش انا ما بطلعوش اصلا في المنيو ولا بحط له زبون ولا الكلام ده كله. فنصيحه مني، تابع الفيديو للاخر. هنعمل باستايه بولونيز بس جامده قوي. صوص البولونيز بتاعنا العادي التراديشنال ابو صوص طماطم، تمام كده. طاسه على النار دافيه، سنه زيت زيتون، فص توم صغير مفروم، واقوم ملونه. انزل بصوص البولونيز ومعاه شويه صوص طماطم، اسيبه على النار هاديه يجلس شويه، تمام كده. جلس معاك الصوص، انزل بشويه كريمه محترمين يجلسوا كده. الصوص بتاعك بقى روزيه، تمام. حته جبنه ريكفورد احطها معاه، شويه جبنه شيدر مبشورين احطهم معاه، شويه جبنه موتزاريلا احطهم معاه، سنه ملح وسنه فلفل، بس نراعي الملح والفلفل خصوصا الملح عشان احنا عندنا الجبن دي برضو بيبقى فيها نسبه ملح، فممكن تحدق معانا المكرونه. وتعود اي صوصات او اي حاجه بتغلى على النار او اي حاجه بتاثر، الملح والفلفل خليهم اخر حاجه، عشان الاكل طول ما هو على النار بيركز فالحدوقيه هتزيد معاك، فالموضوع مش هيبقى احسن حاجه، تمام كده. وصلنا احنا لايه؟ الصوص بتاعنا جلس وحطينا الجبنه الريكفورد والجبنه الشيدر وحطينا الجبنه الموتزاريلا والصوص بتاعنا جلس. سنه ملح، سنه فلفل، معلقه بيستو، معلقه اعشاب مفرومه. الاعشاب بتاعتك اتعود المكرونات، الاعشاب اللي تحطها على المكرونات تكون اعشاب فريش زي الروزماري والزعتر والاوريجانو. الكلام ده كله انا عن نفسي بقرطف الورق بتاعه وبفرمه فرمه كويسه، وبخلي الفرم يعني بخلي الاعشاب تتفرم يوم بيوم عشان تبقى زهوتها فيها، لونها الاخضر موجود، ريحتها فيها تفيدك في الاكل. لكن انت لو فرمتها مثلا وخزنتها مثلا 3 4 ايام او كلام زي كده، مش هي هتبقى فيها ريحه وفيها طعم بس بتبتدي تسمر والفليفر بتاعها بيبتدي يقل، تمام. معلش انا بحب اشرح كل نقطه عشان الناس تعرف ليه. شويه اعشاب مفرومين حلوين، حطيت معلقه منها، حطيت معلقه بيستو، الصوص بتاعي جلس، تمام. انزل بالبسطايه الاسباجيتي بتاعتي، اخلي الصوص يجلس تجليسه محترمه عليه على النار هاديه برده، يجلس تجليسه محترمه. وخد التاتش من اخوك عشان عايز المكرونه بتاعتك تجلس وتطلعها بتلمع. مكعب زبده صغير، مكعب زبده صغير هيخلي لك المكرونه بتاعتك طالعه بتلمع، تمام، وطالعه شكلها حلو ومجلسه والصوص مجلس عليها. مش الصوص في حته والمكرونه في حته والدنيا اللي احنا بنشوفه اليومين دول من الناس اللي بتشتغل وخلاص. فلا، هتلاقي الصوص مجلس على المكرونه والمكرونه بتاعتك تلعب تلمع. شويه بارميزان جمال، سنه بقدونس صغيره، لف الكلام ده كله واغرف وطلعها كده بشكل حلو. شويه بارميزان على الوش فريش، وتعود ما تبشرش بارميزان وتخليها عندك في سكسبان عشان تشتغل منها على طول. اتعود البارميزان يتبشر فريش على البسطايه. عندك المبشره وعندك البسطايه، ابشر وحطها. ليه فريش؟ فريش الجبنه ريحتها فيها تخلي لك المكرونه بتاعتك طالعه يعني واو. فابشر الجبنه بتاعتك فريش على البسطايه، ابشر شويه الجبنه، جرنشك الجميل وبيكم. عايز تعملها بوي تاني، نفس الخطوات اللي احنا عملناها، كل حاجه تمام. حطها في طاجن، شويه موتزاريلا على الوش، ودخلهم ياخدوا جريتان ان هي تاخد وش عشان صحابنا اللي برضو مش في المهنه، جريتان اللي هي تاخد وش وتلون يعني، تمام كده. لو عجبتك الوصفه قول لي في التعليقات، ولو عندك اي تعليق قول لي برضو في التعليقات. بشوف التعليقات وبرد عليها بنفسي. دي رحله طعم مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ.